كان الوقت ليلا، الساعة تقترب من 11:10 والهدوء يلف الحي كله، لكن في قلب عدنان كان هناك سلام غريب. تعب العمل كان واضحا على وجهه، لكن ما إن فتح الباب حتى وجد عالية واقفة أمامه بابتسامة هادئة ووجهها يلمع من شدة الجمال. كانت ترتدي قميصا أزرق خفيفا وشعرها منسدل على كتفيها. اقتربت منه، أخذت الحقيبة من يده بالرفق، نظر إليها عدنان مليا وقال في نفسه: يا لنعمة ربي، أي حظ هذا الذي جعل هذه المرأة لي. كانت رائحة الطعام الدافئة تأتي من المطبخ. جلست عالية تضع له الطعام بحرص، تضع أمامه طبقا بعد طبق كأنها تعبد تفاصيله. كان ينظر إليها نظرات ممتلئة بالحب. لم يكن يعرف أن هذا الحب سيطعن قلبه يوما. بعد العشاء ذهب إلى غرفته واستلقى على السرير. جاءت عالية وجلست بجانبه، الهاتف بيدها. حاول أن ينام لكنه شعر بحركة أصابعها. فتح عينيه قليلا فرآها تبتسم وهي تكتب شيئا بسرعة. قال لنفسه وهو يدير وجهه للجانب الآخر: ربما تتحدث مع صديقتها. نقت لماذا أظلمها؟ عالية مستحيل تخون. أغلق عينيه مرة أخرى ونام. بعد أيام صار يراقبها دون أن تشعر. في أحد الأيام عاد من عمله مبكرا. دخل البيت فوجد هدوءا غريبا. سمع صوت الماء من الحمام. هاتفها كان على الطاولة يهتز. اقترب ببطء، نظر إلى الشاشة فقرأ: حبيبتي، الليلة كالعادة، هل أنت جاهزة؟ تجمد جسده. قلبه خفق بقوة لم يعهدها من قبل. مد يده المرتعشة وأمسك الهاتف. جرب كلمة السر. جرب تاريخ ميلاد ابنهما أنجل كووتا سون 2019 ففتح الهاتف مباشرة. فتحت له أبواب كان يتمنى لو بقيت مغلقة. صور لها، رسائل كلها حب وخداع. قرأ: أنت روحي. نقط أشتاق إليك كل لحظة. نقط عدنان لن يشك بشيء، إنه أعمى الثقة. اهتزت يده. دموعه بللت خديه. أغلق الهاتف ووضعه مكانه وكأنه لم يلمسه. خرج من الغرفة، دخل غرفة ابنه أحسن. كان نائما ببراءة، نفس البراءة التي كان عدنان يظنها في قلب عالية. انحنى عليه قبله وقال بصوت مكسور: ما ذنبك أنت؟ ظل طوال الليل يفكر. أمامه طريقان: إما أن يفضح كل شيء الآن ويدمر البيت، أو يصمت حتى يرد لها خيانتها خنجرا في قلبها. قرر أن يختار الصمت، لكنه صمت العاصفة. في اليوم التالي تصرفت عالية كعادتها. طبخت، ضحكت، اقتربت منه كزوجة عاشقة، لكنها لم تعلم أن كل لمسة منها صارت عدنان يشعر فيها بطعم السم. صار يبتسم لها ببرود ويجمع الأدلة في قلبه. ذهب إلى صديقه نعمان، حكى له كل شيء. قال له نعمان: لا تصرخ ولا تفضح الآن. احصل على دليل أقوى وخذ حقك كامل. نسخ عدنان كل الرسائل والصور، حفظها في هاتفه وأرسل نسخة لصديقه. صار يتابع تحركاتها حتى جاء اليوم الذي قالت فيه له بابتسامة غامضة: سأذهب الليلة لصديقتي، قد أتأخر، لا تقلق. نظر إليها بهدوء وقال: اذهبي. نقط تستمتعي. خرجت عالية تظن أن عدنان ما زال الأعمى، لكنها لم تعلم أن عيونه كلها صارت تراقبها. لحق بها دون أن تشعر. رآها وهي تركب سيارة رجل غريب. جلس بعيدا، صوروا كل شيء. تبعهم حتى دخلوا إلى مكان مهجور يشبه فندقا رخيصا. انتظر قليلا، اتصل بالشرطة سرا، أعطاهم العنوان وقال لهم: ستجدون هناك فضيحة كاملة.
لم تمض دقائق حتى اقتحمت الشرطة الغرفة. عالية كانت مع عشيقها رياض، نصف جسدها كان مفضوحا. تجمدت عندما رأت زوجها يقف خلف رجال الشرطة ينظر إليها بنظرة لم تعرفها من قبل. أعادها إلى البيت. لم تصرخ، لم تبك، فقط كانت ترتعش. أخرج ظرفا من جيبه، ألقاه أمامها وقال: هذا طلاقك نقت نقت نقت، وهذا حقك. وهذه الفيديوهات سأرسلها لأبيك وأخيك حتى يعلموا من ربوها ملكة وصارت خائنة. انهارت عالية على الأرض. أمسكت قدمه. قالت بصوت منكسر: أرجوك سامحني. من أجل أحسن. من أجلنا. نظر إلى ابنه الذي خرج من غرفته خائفا. حمله بين ذراعيه وقال لها: من أجل أحسن فقط لم أقتلك بيدي، لكن اليوم انتهيت من حياتي إلى الأبد. ثم حمل ابنه، خرج من البيت، تاركا خلفه امرأة بلا شرف، بلا بيت، بلا رجل يحميها. بقيت وحدها، لا رياض بقي معها، ولا عدنان سامحها. بقيت صورة ذليلة لخيانة لا يغسلها أي بكاء. خرج عدنان من الباب وهمس لابنه: لا ترفع الخائن على رأسك، لأنه سيطعنك من ظهرك.